أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست إديونيس. والنهاردة معانا حلقة مختلفة عشان هنتكلم عن مؤسسات تعليمية مختلفة لكن بيكملوا بعض. في البداية حابة أرحب بالضيفة اللي موجودة معايا النهاردة، أستاذة حنان الريحاني، CEO في السويدي تكنيكال أكاديمي و CEO في السويدي إدتك وبورد ممبر في جامعة SUTech. أهلا وسهلا أستاذة حنان. أهلا وسهلا. أنا مبسوطة إن حضرتك موجودة معايا النهاردة. Thank you so much. في البداية خلينا نعرف إيه الفرق بين ال STA سويدي تكنيكال أكاديمي وجامعة SUTech. طيب، هو STA هي سويدي تكنيكال أكاديمي، هي مجموعة من مدارس التعليم الفني على ليفل التعليم الفني الثانوي، ودي المنتج النهائي بتاعها البلو كولرز أو العمال أو الفنيين. اوكي. بالنسبة لجامعة SUTech هي for the white collars اوكي. في مجالات التكنولوجي in general. اوكي. الاتنين عبارة عن two big initiatives by مجموعة سويدي إلكتريك، علشان كان الهدف الرئيسي بتاعهم تغذية الهيومن كاباسيتي أو الهيومن كاليبرز في القطاع الصناعي وقطاع التكنولوجي in general. اوكي. STA we started the journey في STA من سنة 2011. It was only one school one class، وكان كل التركيز فيها على قطاعات الصناعية بتاعت السويدي، كابلات، محولات and so on. اوكي. من 2011 ل 2016 كان التركيز على مجموعة سويدي in terms of industry، and then من 2016 دخل new line of business جديد لمجموعة سويدي وهو إنشاء المناطق الصناعية. اوكي. مع إنشاء المناطق الصناعية كان في توجه very strategic decision and direction إنه جوه كل منطقة صناعية لازم يكون في فرع للأكاديمي علشان يغذي البلو كولرز اللي محتاجاهم الصناعات الأخرى اللي موجودة في المناطق الصناعية. not only business السويدي business أو الاندستري بتاعت السويدي. فمن 2016 هي كانت البريك ثرو أو الانطلاقة بالنسبة لل STA. من 2011 2016 كان only 2 schools، احنا دلوقتي بنتكلم على 8 operating schools، 8 شغالين، بالإضافة ان في 2 جايين في البايبلاين and we have a very ambitious plan ان احنا نقدر نفتح فروع across Egypt في المحافظات كلها. ان احنا احنا عندنا enrolled في ST حوالي 4500 طالب. اوكي. عندنا very ambitious plan ان احنا نوصل 10,000 and even 15,000 students enrolled في منظومة STA علشان يغطوا الاحتياجات اللي محتاجاها القطاعات الصناعية من البلو كولرز المؤهلين. اوكي. 2022 كان في another breakthrough أو another step further للhuman capacity في القطاع الهندسي أو القطاع الصناعي أو قطاع التكنولوجي in general. إحنا كمجموعة صناعية أو يعني we have to admit that إن إحنا one of the largest industry groups في مصر وفي الريجن وفي المنطقة. عندنا تواجد قوي جدا أفريقيا، جولف، يوروب، تقريبا آسيا. ف we have huge existence في المناطق المختلفة. وعندنا مشكلة في مصر قوية جدا اللي هي في عندنا gap of human capacity معينة مش موجودة، وهم الناس اللي بتتخرج جاهزين أو الناس اللي بتتخرج عندها practical education من القطاع الهندسي. معظم education اللي موجودة عندنا في مصر في الايكو سيستم اللي عندنا أو في البلاتفورم of higher education هو academic engineering. الأكاديميك engineering هو ده اللي بيبقى متخرج من الجامعة based على more theoretical learning أو التعليم النظري والأبحاث and so on أكتر من جزء practical. ينزل القطاع الصناعي أو ينزل سوق العمل يبتدي يصطدم، الخريج بيصطدم بالواقع والقطاع الصناعي بيصطدم بالكاليبر اللي متخرج له من الهاير إديوكيشن. الخريج لما بيتخرج بيلاقي إن هو لأ، مش هو ده اللي أنا عارفه ومش هو ده اللي أنا exposed ليه ومش هو ده اللي أنا متوقع إن أنا أشتغل فيه. فهنا بيحصل جاب. وفي نفس الوقت القطاع الصناعي بيبتدي أو الاندستري يبتدي يدرب الكاليبرز دي، فدي invest a lot of money في training and losses عقبال لما الناس to get into the technology والنظام الشغل بتاع كل مصنع. ف because of this gap أو this big need جت فكرة جامعة SUTech أو Sweden University of Technology. الهدف الرئيسي كان جامعة SUTech إن إحنا نركز على practical education في كل القطاعات الهندسية وأي قطاع related للتكنولوجي علشان نغطي الجاب اللي احنا محتاجينه. in addition to كان في inspiration قوي جدا الحقيقة من الهند. إنديا كانت قصة نجاح وملهمة جدا لينا، إنها من الدول اللي نجحت إنها تعمل product من العنصر البشري.
اوكي. كونت product قوي جدا with very high and competitive advantage across the globe في التكنولوجي. معظم الشركات اللي في العالم لما بيحتاجوا خبراء في التكنولوجي أو بيحتاجوا ناس بيشتغلوا في التكنولوجي even offshoring projects related بالتكنولوجي القبلة الوحيدة ليهم هي الهند. اوكي. فكان من هنا الانسبيريشن المهندس أحمد سويدي our chairman and founder اللي هو why not ما يبقاش فيه في مصر كيان تعليمي قوي بيقدم a very good quality of education in technology علشان نبتدي مش هنبقى بديل للهند but يبقى فيه نقرب شوية. يبقى في قبلة أخرى في الميدل إيست. وعلى فكرة إحنا أقرب ليوروب بكتير من الهنود. يعني في بعض الشركات الانترناشنال كومبانيز اللي بتشتغل في مصر مثال كاب جيميني هم عندهم مثلا 150,000 واحد بيشتغلهم من الهند للأوفشورينج بروجكتس اللي موجودة في يوروب. جم فتحوا في مصر with a high plan إن هم يستبدلوا جزء كبير من الهند من مصر عشان اللانجوج بارير. الهنود حتى ما بيكلموا انجلش اللانجوج is not easy. مبقاش اصلا كلام كلير خالص، مبقاش مفهوم، في differences يعني. فمصر كانت من المناطق اللي highly recommended انها تقدر تلعب دور قوي جدا ومحوري. عندك كل الفاكتورز. لو بصيتي احنا والهند شويه في بيننا فاكتورز كتير تقريبا نفس الايكونوميك سيتويشن، عدد السكان القوي، نسبه الشباب عندنا في مصر فوق 60%. ففي عوامل كتيره قوي تخلينا ان احنا فعلا نحول العنصر البشري لطاقه اقتصاديه وطاقه استثماريه قويه جدا من خلال ان انت تعلميه صح وتحطيه on the right track. مظبوط. فهي دي كانت الانسبيريشن اوف SU Tech. وهنا SU Tech although ان هي بتارجت الوايت كولرز اللي بيشتغلوا في التكنولوجي however هي مكمله للرحله اللي احنا ابتديناها في سويدي تكنيكال اكاديمي مدارس التعليم الفني، لان اي قطاع صناعي اي قطاع اقتصادي محتاج بلو كولرز and وايت كولرز. فاحنا كده بنكمل المنظومه. وبالنسبه للاكاديميك انجينيرنج او الاكاديميك اديوكيشن اللي هو مبني على الثيوريتيكال، هي احنا عندنا كيانات تعليميه قويه جدا في مصر ما كناش محتاجين ان احنا نشتغل عليه، احنا كنا بنتاكل المشكله الجزء التكنيكال بالظبط. المشكله اللي احنا شايفينها واحنا دايما we like to play the role model، ناخد الريسك على فكره، ناخد التشالنج، نطبق المنظومه and then لما الناس بتلاقيها نجحت بتلاقي a lot of other players بيبتدوا يدخلوا يعملوا نفس القصة. وده بيعمل طبعا ريشيب للإديوكيشن. وده حصل بالفعل في التعليم الفني، في طفرة حصلت في التعليم الفني مؤخرا وفي الأكسبتنس أوف العائلات والكوميونيتي ندخلوا ولادهم كواليتي تكنيكال إديوكيشن. وده بيتحرك دلوقتي وبيحصل إن الناس ابتدت تبص منظور آخر للتعليم العالي. لا أنا مش داخل أخد شهادة وخلاص، أنا داخل أتعلم عشان أشتغل، أنا داخل أخد practical education. وطبعا جين زي اللي احنا عارفينه وبنتعامل معاه على كل الليفلز they are totally different. اللي عايز يقعد على كتاب، اللي عايز يعمل أبحاث، مش كلهم بس الماجوريتي عايزين يشتغلوا بإيديهم practical project. اديني case study أحلها، أشتغل، أعمل لك prototype، أعمل لك startup وسيبني أنطلق. and this is exactly our model how we perform under SU Tech. اوكي جميل جدا. احنا كده قدرنا ان احنا نوضح الفرق بين الاتنين. خلينا طب نتنقل للSTA نتكلم عنها بتفاصيل اكتر، بعد كده نروح للجامعة. اوكي. ايه انواع البرامج اللي بتقدمها الSTA؟ بصي يا STA هي نموذج فريد شوية لان انا ما بيبقاش عندي standard programs. أنا مدارس تعليم فني مبني على دول education system. يعني إيه دول education system؟ يعني هو تعليم مزدوج بيعتمد على 80% practical education في الصناعة و20% theoretical، ده بيتاخد في المدارس. المنهج بيتعمل إزاي؟ المنهج I start من الاندستري، بتجيلي صناعة ما أو start with السويدي مثلا مصانع الكابلات. هيقولي أنا عايز كاليبر في المصنع يكون بيعرف يعمل 1 2 3 4. عشان يعرف 1 2 3 4 لازم يكون عنده competencies أو skills معينة. فإحنا كSTA بنبتدي نشتغل from an education perspective مع التكنيكال تيم اللي موجود في الصناعات، ناخد منه السكيلز والكومبتنسيز اللي هو عايزها في البروفايل اللي عايزها في الصناعة المحددة، وابتدي أعمل لها منهج تعليمي. المنهج التعليمي عبارة عن 80% عملي و20% نظري. وهو ده مفهوم التعليم الفني المزدوج. وكل تخصص بيتعمله منهج منفصل، ليه جدارات وليه training plan بتتعمل في المصنع، learning by doing، و20% theoretical knowledge اللي هو بياخدها complementing في المدرسة. اوكي. كل ده بيتم اعتماده من وزارة التربية والتعليم الفني
علشان الطلاب بيخرجوا بعد ال3 سنين معاهم دبلوم فني متوسط تعليم مزدوج معتمد من وزارة التربية والتعليم في صناعة معينة وفي تخصص معين. طيب هل الصناعات دي والتخصصات تفضل معايا for good؟ لأ. الجميل في الموديل ان هو very flexible very malleable، بمعنى ان انا ممكن دلوقتي افتح صناعة كابلات ومحولات، بعد 5-6 سنين حصل saturation I don't need more، فابتدي مثلا منزل تكنولوجي تاني، وده حصل منزلين تكنولوجي اسمها باس واي في الكابلات، نوع جديد من صناعة الكابلات في مصر، نفتح تخصص كابلات. فبتقفلوا السكشن التاني؟ بيتقفل خلاص نو نيد. انا الموتيف بتاعي الاندستري نيد والجوب ماركت. انا هدفي انا ببتدي باكوردز، انا بشوف فرص الشغل والصناعه محتاجه ايه، اشتغل باكوردز، اعمل منهج، خطه تدريب، eligibility requirements، معايير اختيار للطلبه اللي يبقوا لازم enrolled في التخصص ده، علشان انا عايزه to ensure 100% opportunity of employment. انا كنت لسه هسأل حضرتك هل في معايير معينة؟ كل تخصص وليه معايير. بمعنى ترانسفورمرز مثلا، المحاولات عندنا المنهج بتاعنا مبني على التكنيكال سكيلز، فالولاد بيتم اختبارهم في بعض التكنيكال سكيلز، بس في معايير جسدية. اولا بنات ما ينفعش لان ترانسفورمرز اتس هيوج equipment، محتاجين حد عنده قدرة جسدية قوية، لازم يكون طويل، لازم وزن معين عشان الحركة والفلكسبيليتي، كل حاجة وليها التخصص بتاعها وليها الeligibility requirements. احنا بنبني كل ده وبعد كده بنعمل بقى open application، الناس بتقدم، تبتدي نعمل screening process، اختبارات، واخر حاجة خالص بتبقى لجنة اختيار، دي بتبقى بيقعد عليها ناس من المدارس من الأكاديميات in addition to ناس من الصناعة اللي احنا الطلبة دول هيتدربوا عندهم to make sure that they are accepting the caliber، ان هم يبقى موجود خلال فترة التدريب in addition to a potential and a promising of hiring. هو لازم يطمن ان الكاركتر سكيلز البرسوناليتي كل حاجة is matching their environment and culture. الطالب يدخل 3 سنين بيخرج معاه شهادة الدبلوم الفني معتمدة من التربية والتعليم، ومعاه شهادة جدارات أو Certificate of Competencies معترف بيها من الغرفة الألماني أو German Chamber of Commerce طبقا لمعايير الEU. أنا هدفي إن أنا بطلع حد عنده technical skills based on the European standards، عشان I'm not tackling only the local market. أنا مش هدفي إن أنا أتارجت بس local market، لأن أنا بتارجت local market international investors في مصر، و potentially ان انا اقدر اصدر نوع من او عدد من الكواليفايد تكنيشنز الليبر تو يوروب. احنا كلنا عارفين ان يوروب قارة بتعجز، عندهم لاك كبير جدا في الشباب، وغير الشباب لاك في التكنيكال سكيلز. فواي نوت ان احنا عندنا زي ما اتكلمت في البداية، احنا عندنا طاقة شبابية قوية جدا، فمحتاجين ان احنا نوظفها on the right track. خلال الدراسة بنركز على التكنيكال، بنركز على اللغة، لازم الولاد يبقى عندهم technical language especially English because this is طبعا the common language، يعرف يقرأ كتالوج، يعرف يقف مع خبير وهو يبقى عارف فاهم المنظومة بتتكلم ازاي. تالت حاجة السوفت سكيلز، ورابع حاجة ال HSE الهيلث سيفتي and environment standards، لأن دول المعايير الرئيسية اللي أي international entity لازم بتبص عليها في البلو كولرز اللي هم شغالين فيها. اوكي، طب هو كده بيطلع تقريبا بنسبة 90% مهيأ ان هو يشتغل، مهيأ لسوق العمل على طول. هو 100% مهيأ لسوق العمل، ونسب التوظيف بتاعتنا 80%. عندي يعني 20 بتوفروا لهم طبعا نسب توظيف. طبعا بعمل لهم الحياة هي الجوز كده اوتوماتيك، لان انا بعمل جوب فير سنوي. هو لا الطالب مجبر انه يروح يشتغل في المصنع اللي اتدرب فيه، ولا المصنع مجبر انه ياخد الطالب اللي اتدرب عنده. احنا we leave it a very flexible and friendly environment، عشان الطالب لما بيكبر ما بيبقاش حاسس بأحسن حاجة، والمصنع مصانع كتير هتبقى reluctant وتحس ان ده overburden عليها and they cannot commit. انا اللي بطلبه منه you commit for training، انت مثلا دربت او علمت 40 واحد، انت محتاج 2 تشغلهم فاين، ما عنديش مشكله، بس في other competitors هيقدروا ياخدوهم. ولما السيكتور بيتحسن in general حتى لو للكومبيتيتور، فالسيكتور بيعلى وقيمته بره في التصدير بتاعنا.
اوكي. فالهدف دايما بيبقى على الناشونال ليفل اكتر من ان احنا بنبص على المنظومه الصغيره لكل صناعه. بنعمل جوب فير سنوي، وطبعا بيجي لهم from 3 to 4 offers، والمينيمم ويج للفنيين اللي بيطلعوا من الأكاديميات عندنا من 8500 جنيه up to 12000 جنيه. فهي اوكي. أرقام محترمة جدا لو شاب صغير لسه عنده 18 أو 19 سنة خريج، لأن هي المدارس دي بعد الإعدادية على طول. كنت لسه هسأل حضرتك هل ليها سن معين عشان الطالب بعد يدخل؟ الإعدادية، لأنها أولى ثانوي صناعي. اوكي. فبعد 3 سنين الطالب بيبقى حوالي 19 سنة أو 18 سنة، فبيتخرج وبيبقى عنده قدرة إن هو بيشتغل في مكان محترم وبياخد راتب لا يقل عن 8500 جنيه. فديفينتلي تعمل يعني فرصة كويسة جدا، واجتذبت شريحة محترمة من الكوميونيتي اللي ابتدوا يفكروا إن ولادنا education for employment، يدخل يشتغل عشان يطلع يدخل يتعلم عشان يطلع يشتغل في مكان مناسب ومحترم with a very decent income يقدر يعيش وعيشة كريمة. جميل جدا. طب خلينا بقى نتنقل لجامعة اسيوتك. في نظام اسمه البوليتكنيك تقريبا، صح؟ ده ايه بقى؟ بصي، البوليتكنيك ده من أرقى الجامعات في العالم. اوكي. عندك في يوروب، في ايطاليا عندك بوليتكنيك اوف ميلان مثلا، وهم اوريدي they are partnering معانا في الجامعه. عندك بوليتكنيك اوف تورينو، عندك في فرنسا البوليتكنيك يونيفرسيتيز، دي من ارقى واقوى الجامعات في العالم. هي الكونسيبت بمنتهى البساطه هي بتبقى مبنيه على البراكتيكال ايديوكيشن اكتر من الثيوريتيكال ايديوكيشن، بس هي نفس الليفل نفس الستاندردز بتاعت اي الجامعات الاخرى. اوكي. العالم كله او يوروب بالتحديد عندهم حاجة اسمها بوليتكنيك، أو في دول أخرى بيسموها applied science أو applied engineer. اوكي. الapplied science أو البوليتكنيك الapplied engineering دي عبارة عن education system اللي مبني على practical learning أكتر من theoretical learning. طب ده المفروض بيخرج ناس عاملة ازاي؟ ده المفروض بيخرج لسيكتور الجوب ماركت، ان هم الناس اللي بتشتغل، لو بنتكلم على القطاع الهندسي اللي بيشتغلوا في الامبلمنتيشن والاوبريشن، في التنفيذ والتشغيل. بالنسبة طب الريسيرش اند ديزاين مين اللي بيعملوا؟ اللي بيعملوا خريجين الاكاديميك انجينيرنج، اللي هم بيبقوا مبني على الريسيرش وعلى الثيوريز اند سو اون. في شباب بتحب ده وفي شباب بتحب البراكتيكاليتي. طب الجوب ماركت في مصر محتاج ايه اكتر؟ لو انا محتاج 1 يخرج يشتغل لي R&D، انا محتاجه from 10 to 20 implementation and operation. اوكي. لان عندنا احنا اكتر الصناعات بتلاقيها في التنفيذ، تجميع، تنفيذ، تشغيل، لكن الانوفيشن لسه يعني ان شاء الله يعني هيبقى عندنا انوفيشن قويه ان شاء الله وابتكار وكده، بس مش بالحجم زي الامبلمنتيشن اند اوبريشن نيد في المجالات الصناعيه او القطاعات الهندسيه ان جنرال. واللي موجود اصلا في الجامعات اللي بره كتير الثيوريتيكال اكتر من البراكتيكال في مصر. في مصر يس كهندسه يعني هي كلها ثيوريتيكال، كلها ثيوريتيكال. حتى لما تيجي احنا مثلا ان شاء الله وير بروبوزنج نفتح بيزنس، طب البيزنس بتاعنا هيبقى مختلف عن البيزنس بتاع الجامعات الاخرى. ايه؟ practical education based on project based case studies ومركز على التكنولوجي. فهتلاقي بعض الكورسز في البيزنس ناس من الهندسه بيدرسوها له، ليه علاقه بالاي تي والتكنولوجي والديتا ساينس اند سو اون. طيب ايه الفرق الديتا ساينس هنا عن هنا؟ في الهندسه ده الراجل السوفت وير بروجرامينج اللي بيعمل الموضوع، طيب التاني اللي بينفذه في البيزنس، في الاتش ار، في الفاينانس. فكده المنظومه عندك بتبقى مكتمله. اوكي. طب هل بيبقى في عندكم جزء ولو بسيط theoretical ولا هو 100% technical؟ لازم، ما هو لازم يبقى عنده knowledge. ما هو عشان يطبق، هو بيطبق بيشتغل بإيده أكتر، بس عشان يبقى عنده knowledge لازم ياخد theoretical. أنا 60 practical 40 theoretical. اوكي. والpractical ده بيتقسم نوعين، جزء جوه الجامعة عندنا معامل labs and workshops على أعلى مستوى، in addition to لازم بيكون في apprenticeship opportunities 2 times during the 4 years من 6 ل 8 أسابيع في الصناعة، ودي بتبقى ليها credit hours، بتبقى monitored من الجامعة و-evaluated، وبتبقى مبنية based on agreement بين الجامعة والأكاديميك تيم يعني مع الشركة اللي مثلا بتستقبل الولاد for the apprenticeship. بيبنوا مع بعض training plan and module plan كده علشان الولاد بيطبقوا فيه اللي اتعلموه السنة اللي قبلها.
أوكي. فالجامعات التانية بتدي opportunities internship، بس بتقوله روح مثلا شركة فلان، روح عند السويدي اتدرب، بس ما بيبقاش this link of education and internship، وما بيبقاش فيه grade and it's not monitored. أنا هنا بحس إن هو ما بيبقاش link direct بصراحة. it's not link direct. يعني هو بيبقى دايما في الجامعات بره بيبقى بيدولهم recommendation، جرب هنا جرب هنا، بس هو اللي لازم بالظبط. يجو through الموضوع لوحده. وفي جامعات بتوفر، وفي جامعات بتقولك روح وهات لي الورق بالظبط. او هات لي letter of internship ان انت رحت استفدت. فبتبقى بيز بقى على كل طالب، هو عايز يستفيد ولا مش عايز يستفيد، ولا عايز يروح ولا مجبر عشان عايز يروح يخلص الساحل عايز يروح الساحل وبس يجيب الورقه ويبقى كده هو خلاص. عمل الموضوع. فاحنا لا، عاملينها ان انت فعلا if you're serious and if you want to build your skills and competencies خلال ال4 سنين this is the place، واحنا هنديك كل الفاسيلتي. you will be exposed to top notch companies وشركات ومصانع في التخصصات اللي انت عايزها. لما هتروح لهم as an في الابرنتشيب بتاعتك، هم هيشوفوك as a potential employee. فاثبت نفسك هنا علشان تبقى عندهم من الريكومنديشن ان انت بعد ما تتخرج تبقى انت one of the highly recommended staff member to be hired. Okay. فيعني بنحاول نوفر منظومة، واحنا طبعا ان شاء الله يعني will put a very aggressive target علينا ان احنا نعمل توظيف 100% لكل الخريجين. جميل جدا. فهو ده طبعا انا متأكدة ان شاء الله ان ده هيحصل. كبيرة بصراحة. it is a challenge، بس انا متأكدة ان ده هيحصل لان في فعلا تعطش في الماركت للناس اللي متعلمة practical. واحنا كسويدي من اوائل الجامعات اللي عملت كده، ومن اوائل الناس اللي حاسين بده لو بنتكلم from industry perspective and employer perspective. اوكي. طب ايه انواع الشهادات بقى اللي الطالب بيطلع بيها من الجامعة؟ الجامعة هو بياخد حاجة اسمها Bachelor of Technology. احنا عندنا كذا تخصصات، في حاجات engineering وفي حاجات art، وفي ان شاء الله لسه بنقدم على ملف البيزنس. الانجينيرنج بيطلع معاه Bachelor of Engineering Technology. اوكي. الارت بيطلع Bachelor of Art Technology. هو مش ارت عادي، هو ارت تكنولوجي related بالتكنولوجي بقى، كان visual and animation product design، وفي تخصصات تانية كتيرة هتضاف يعني graduate. أكبر السيكتورز اللي عندنا هو الانجينيرينج تكنولوجي، عندنا في computer science, data science and AI, cyber security and networking, electric and electronic engineering technology. زودنا تخصص جديد والحقيقة كان في هدف قومي وراه، اللي هو irrigation engineering technology، هندسة الري بالأساليب الحديثة، لأن احنا عارفين الزراعة من السيكتورز الحيوية جدا لينا في مصر، وعندنا برضو مشكلة المية والتعامل مع نقص المية والفقر المائي، محتاج كاليبرز معينين متعلمين بسكيلز معينة. طب ده بدأ اوريدي ولا لسه هتبدأ؟ السنة دي أول سنة ليه، يعني أول انتيك دخلوا اوريدي؟ لا لسه أول انتيك في أكتوبر إن شاء الله. احنا فاتحين دلوقتي الابليكيشن، عندنا شغالين على بروجرامز جديدة سوفت وير انجينيرنج في الجيمنج. وإتس هيوج اندستري باي ذا واي، يعني القدرة بتاعت الانفستمنت فيها billions of dollars فوق. أنا لما سمعت الرقم اتخضيت، billions of dollars في الاندستري بتاعت الجيمنج، ففيها high potential of employment. عندنا برضو transportation engineering technology، احنا في مصر تم ضخ مبالغ قوية جدا لرفع كفاءة المواصلات. طب عشان احنا الانفستمنت ده اتحط في حاجات جديدة دخلت وتكنولوجي، طب مين اللي هيديرها؟ مين اللي هيمانج؟ مين اللي هيبقى مسؤول عنها؟ الكلام ده. فابتدينا عملنا التخصص ده. كل التخصصات اللي انا اتكلمت عليها كلها لازم يكون لينا international academic partner. computer science والrelated fields عندنا الهند، فاحنا رحنا نتعلم منهم. عندنا أميتي University وهم ليهم huge branch في دبي، they are our academic partner. عندنا program energy program ده مع Polytechnic of Milan، وده sponsored and supported by شركة E&I for the oil and gas، طبعا احنا عارفينها الإيطالية. البروجرام ده من أقوى البرامج. كنا لسه قاعدين مع شركة شنايدر إلكتريك وكانوا بيتكلموا على new line of business، حاجة اسمها energy efficiency. ده بيعملوا سوفت ويرز وحلول ازاي الطاقة يتم استخدامها الاستخدام الأمثل في البيوت وفي المصانع وفي الفنادق وفي الشركات and so on. احنا سبقنا بخطوة وعندنا بروجرام انرجي
with a major of energy efficiency. اوكي. وده مع Polytechnic of Milan. كل برامجنا there is a huge need in industry. مش هتلاقي حاجة معمولة for the sake أنا جامعة ففتحة تخصص الطلبة بيحبوا يدخلوه والأهالي is acceptable. This is not our strategy. Our بتشوفوا strategy النيد فين ونبيلد عليه. وبيلد عليها عشان to secure you a good job. اوكي. هو ده هدفي. عندنا مثلا الإيريجيشن انجينيرنج تكنولوجي عاملين الاتفاقية مع تكساس CNM في الستيتس. تكساس من أقوى الولايات وأقوى الجامعات اللي في العالم في مجال الإيريجيشن والزراعة. عظيم جدا. طيب ايه بقى البلانز بتاعتكم فيوتشر وايز كجامعة؟ توسع فروع بره مصر جوه مصر، يعني ايه البلانز اللي جايه؟ بصي احنا دلوقتي اسيوتك احنا بقالنا سنتين كده، بقالنا دفعتين، في اكتوبر ان شاء الله هتبقى الدفعه الثالثه. فاحنا دلوقتي المرحله الاولى we're almost reaching ان احنا نوصل للعدد النهائي بتاعها. عندنا 1300 students enrolled في السنتين. ان شاء الله السنه دي في اقبال اقوى بكتير، فانا متخيله ان في خلال 4 سنين نكون وصلنا لتارجت 5000 طالب في المرحله الاولانيه. اوكي. فاحنا هيبقى عندنا internal expansion ان احنا نبتدي نشتغل في انشاءات المرحله الثانيه وبعد كده المرحله الثالثه. وات ذا سيم تايم عندنا يعني فيجن ان احنا لازم يكون في كذا كوبي من اسيوتك across Egypt. الصعيد فور شور، الدلتا فور شور. فاحنا كنا اشتغلنا شويه، عملنا دراسات على اسيوط ان احنا هاو تو تاكل upper Egypt، بس الحقيقه قررنا ان احنا نركز اول 3-4 سنين في كايرو the first branch، ان احنا يعني نعمله with a good quality of education، نظبط التخصصات الاحتياجات and then نقدر to expand. but yet عندنا طبعا expansion plan جوه مصر في الريجن، وعندنا بندرس حاجات بره مصر لسه في أفريقيا، يعني بندرس في أفريقيا إن إحنا يبقى عندنا تواجد، وبندرس برضو في الجلف اريا لو هيبقى عندنا تواجد. اوكي. طب في النهاية بقى لو حابين ندي نصيحة لأي ستودنت داخل بقى الجزء بتاع الانجينيرينج أو حابب البارت ده من إن هو يكمل فيه دراسته، تحبي تقولي له إيه؟ والله بصي، هو أول حاجة ما تدخلوش عشان مجموعك. يعني أنت لو جايب مجموع كويس وأهلك قالوا لك لا ادخل بقى هندسة عشان أنت جبت مجموع كويس وأنت مش حابب ده، دونت. اوكي. لو أنت حابب الريسيرش والثيوري ادخل الأكاديميك انجينيرينج علشان تطلع تشتغل الحاجة اللي انت اتعلمتها، فما يجيلكش اي frustration ولا تصطدم بواقع انت مش حابب تصطدم بيه. وأظن هنا هيبقى بيشتغل في الجزء البيزنس أكتر. research and design هيشتغل في الصناعة بس في حتة ال R&D. اوكي. انت بقى حابب practicality وبتحب تشتغل بإيدك حتى لو مجموعك مش كبير. لأن احنا جامعتنا we don't really care about مجموعك في ثانوية عامة قوي. أنا I do care انت حابب تعمل ايه وبتعرف تعمل ايه، وانا هساعدك تتعلمه أكتر وbuild your skills فيها، وهديك النولج برضه عشان تبقى عندك النولج. اوكي. فانت لو حابب ده بس مجموعك مش احسن حاجة فخايف تدخل القطاع ده، فبقول لك لا، جرب. لان انت لو عندك الموهبة وحابب البراكتيكاليتي وبتشتغل بايدك you will find yourself there. البرفورمانس هيبقى تحفة طبعا. والباشن اهم حاجة، الباشن ان انت passionate about this. انا كنت قاعدة من يومين في اجتماع ابن الشخص المسؤول ده بيقول لي طول النهار فاتح الراك بتاع الانترنت في جريد 11 ومعرفش وبيعمل ايه في النتورك وطول النهار شغال في ايده. قلت له this is perfect match. فقال لي فعلا هي دي الجامعة دي تحقق له حلمه، ان هو على طول عايز يشتغل، مش عايز يقعد بقى هو حاببها، هو حابب يشتغل بإيده. بالظبط. ميرسي جدا وشكرا لحضرتك انك كنتي موجوده معانا النهارده، ومبسوطه بكل الانفو اللي حضرتك قلتيها لنا النهارده، واتمنى ان هي تكون افادت كل الستودنتس اللي بيسمعونا. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، واستنونا في حلقه جديده من بودكاست إديونيس.